إن من أعظم الذنوب هي تمنع الإنسان ما يصليش. اسمع يا رئيس الشركة، واسمع يا قائد فرقة، واسمع يا مدير، واسمع يا مسؤول، واسمع يا كذا وكذا وكذا، اسمع يا أستاذ في القسم كذلك اللي تيقول ليه الأستاذ نصلي، تيقول ليه جلس انتهى الحصة وسير صلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان له دوما بالطاعة. صحيح النص هذه الآيات نزلت في واحد المخلوق معين، واحد الظن بالله اللي هو أبو جهل عليه من الله ما يستحق، عمرو بن هشام هذا. ولكن كاين النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش في المسجد، وهو اللي قال لعقبه بن ابي معيط سير جيب ديك صلاه الجزور، ديك الكرشه ديال الناقه وحط عليه وهو كيصلي. هذا عدو الله، هذا ابو جهل، هذا ابو جهل. المهم ان القران ملي كيذكر الاشخاص، راه دي قاعده عند الاصوليين تيقول لك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واخا ماشي السبب فلان مذكور فلان، لا، راه العموم ديال المعنى. كل واحد كاين الناس يصليو ولا كيدير لهم شي عراقيل ما يصليوش ولا كذا، راه داخل في هذه الايه هذه، في هذا الوعيد اللي واش لنسفعن بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. نسال الله السلامه والعافيه. هذا الله كيتوعد اي واحد تيمنع العباد ديالو يصليو، سواء سد المسجد، سواء سد الطريق للمسجد، سواء كيدير شي حاجه في المسجد اللي كتنفر الناس من الصلاه، سواء هو كان مسؤول على قال ما تصليش انا في الوقت ديالي، انا خدام عند سيدي دير خدمتك ما تصليش لي انا في الوقت، سواء الى غير ذلك من الاسباب، سواء انه منعه من يصلي مثلا، من عليه الماء يتوضا ولا من عليه كذا ولا باي سبب من الاسباب. وما أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها. هذا ومن الاضياع، ما كاينش شي ظلم اكثر من هذا الظلم هذا. واش كيديروا الناس في المسجد؟ كيصليو، لا هو يذكر فيها اسمه. فدل على انه اي واحد منع، واخا ماشي في المسجد، منع اي واحد من الصلاه داخل في هذا الوعيد.